علشان تعرفوا السبب اللي خلاني ما اشوفش الكعبة ولا اعرف ادعي وانا رايحة اعمل عمرة. كملوا حكايتي علشان تعرفوا انا اصلح غلطتي دي ازاي. لما صاحبتي طبعا ماتت جه جوزها، انا حاولت اتقرب منه بجميع الطرق، انا معرفتش. لحد ما في يوم جه بعد ما هي ماتت، هو بيجيب صندوق كده، هو يعني فيه ذكرياتهم وصورهم وكل حاجة تخصهم يعني، بيتفرج عليها. لقى ان هي كاتبة مذكراتها، وطبعا لما قرا لقى ان هي كانت على علاقة بواحد قبل ما تتجوزه وغلطت معاه. جت طبعا بعد كده بتتكلم على جوزها ان هي حبته من كتر ما هو بيحبها. هي ما حبتوش عشان هو يتحب، هي حبته من كتر ما هو حبها. طبعا دي كانت صدمة عمره لما لقيته بيتصل بيا وبيقول لي انتي تعرفي حاجة عنها؟ انتي كنتي صاحبة عمرها، انتي هتبقى عارفة عنها كل حاجة. قلت له ايوه، كانت تعرف واحد وغلطت معاه وهو رفض يتجوزها، وللأسف عملت عملية قبل ما انت تتجوزها علشان تصلح الغلطة دي. المهم ان هو بقى مصدوم ومش عارف يعمل ايه. في الوقت ده انا بقيت اطبطب عليه وحاولت اتقرب منه زي ما بيقولوا كده، يعني بداوي جراحه. المشكلة بقى ان هو اتعلق بيا وطلبني للجواز واتجوزنا وجبت منه ولاد. وطبعا بعد عشرة طويلة قلت له انا عايزة اروح اعمل عمرة. رايحة طبعا ادعي لصاحبتي لاني انا عايشة في سعادة ما بعدها سعادة، فكنت حابة ان انا اروح ادعي لصاحبتي، لاني بصراحة حاسة بتأنيب ضمير من ناحيتها، لاني بصراحة انا اللي كتبت المذكرات. لما عرفت ان هي تعبانة وبتموت انا اللي كتبت المذكرات دي علشان اكره جوزها فيها، علشان ما يفضلش متعلق بيها بعد ما تموت. ظلمتها وهي ميتة. فانا بصراحة كنت عايزة اروح اعمل العمرة دي علشان ادعي لها وان ربنا يغفر لي الذنب ده. بس للأسف لما رحت اعمل عمرة انا ما شفتش الكعبة، وفضلت اعيط كتير جدا وعيوني من كتر الدموع انا ما كنتش شايفة الكعبة خالص. وكل ما اجي ادعي مش عارفة ادعي ومش عارفة اطلب السماح من ربنا. انا دلوقتي مش عارفة بصراحة اعمل ايه، اقول لجوزي ولا لا؟ وبصراحة لو قلت له انا مش عارفة مش هيغفر لي الذنب ده. في نفس الوقت انا عايزة اصلح غلطتي ومش عارفة. خدوا بالكم يا جماعة، ممكن حاجة بسيطة جدا يعني تنغص عليكم حياتكم كلها. دي قصة متابعة عندي، قالت لي قوليها لمتابعينك، وياريت اللي عنده حل ويعرف يقولهولي يعني يفيدني بيه اعمله. يلا بقى يا جماعة، ياريت لو واصلة معايا لحد هنا حطيلي لايك على الفيديو ده، ولو مش مشتركة في قناتي ياريت تشتركي علشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.